صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. بقالي كتير ما نزلتلكمش فيديوهات، بس بقى جايه لكم بفيديو روعه وجميل حلو قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي كومنت حلو. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي في القناه وتتابعيني على صفحه البيج عيله سيما. ويلا ست هنبدا الفيديو دلوقتي. بقى معانا بتنجان رومي، انا قطعته هنعمل سكالوب بانيه، سكالوب بتنجان. دلوقتي جبت ميه وفيها شويه ملح ونزلت البتنجان كله، قعد شوية يعني ربع ساعة. وجبت بقى المنديل المطبخ نشفت بيه البتنجان اهو، لازم تنشفيه. ومعنا دلوقتي بقسماط مطحون ورشيت عليه فلفل اسمر وملح وجبنة شيدر. بس الجبنة معرفش مالها في ايه، بس يلا مش مهم. انا اقلب كل المكونات ديت مع بعض وهنبدأ بقى إيه شايفين؟ نقلب بقى الفلفل مع الفلفل مع البقسماط والجبنه. دلوقتي معايا بيضايه رشيت عليها فلفل اسمر وهبدا اقلبها اضربها يعني، شايفين؟ دلوقتي بقى جبت البتنجانيه نزلتها بقى في البيض. على فكره انا غسله ايدي كويس، انا في المطبخ بغسل ايدي 100 مره 100 مره اهو. نزلتها في البقسماط وارجع بقى اخد واحده احطها في الصينيه كده. انا خلصت واحده، شايفين؟ اسكالوب البتنجان فاكر نفس اسكالوب بانيه. شايفين الجمال؟ حلو جدا وسهل ومغذي وجميل، مش هياخد منك وقت، وممكن ينفع في غدا او عشاء. وجبه حلوه جدا، والبتنجان ده تحفه 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 ورخيص وجميل. وهتعملي بقى جنبيه يا رز بشعريه، يا اما تعملي جنبيه مكرونه، يا اما تاكليه بالعيش. بس انا كنت عامله جنبيه رز بشعريه كوجبه يعني. وهو الايام بتعدي. متنسيش بقى تدوسيلي لايك وتشجعيني بقى عشان الفيديو يتشاف. انا بقالي كتير ما نزلتلكمش فيديوهات، بس في فيديوهات جايه لكم قريب ان شاء الله. شايفين؟ دلوقتي غمست بقى البتنجانيه في البيض، وبعدين نزلت بيها بالبقسماط. شايفين؟ الله الله الله. هنبدأ بقى نعمل انا بعمل الحاجة دي وراء قدامك عشان تشوفي ان انا بعمل ايه. انا كنت بدور على بيض ما لقيتش غير بيضايه في البيت، قلت مش مهم، هي لو في بيض كمان كنت عملت 2، بس يلا هي الواحدة بقى هما ب5 جنيه البضاية يعني مش مهم. يلا اهو خلصت الكمية. هبدأ بقى اعمل معاكم الوحدتين دولت، وبعدين هجيلكم بقى نقليه سوا. شايفين؟ سهل جدا جدا جدا. احتار هتعملي ايه؟ هتعملي بقى بطريقه بتنجان دوت بقى. احنا زهقنا بقى من المسقعه مش عارف ايه. وجبه حلوه حلوه وجميله والله، طعمها تحفه 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 اهو. حطيت الزيت على النار وهبدا بقى ان انا احمر اسكالوب بتنجان شايفين؟ ولا الجبنه اللي طالعه فيها مقرمشه كده، سكر سكر سكر. دلوقتي بقى هطلع البتنجان. انا بعمل كل حاجه قدامكم عشان تشوفوا اهو. خلاص هنبدا بقى نشيل البتنجانيه، خلاص احطها في طبق وابدا بقى احمر الباقيين. انا عامله يعني حاجه صغيره بحيث ان الزيت يسخن بسرعه والبتاع تستوي والكلام ده. خلاص هنطلع التانية. شايفين؟ هنزل بالبتنجانتين بقى يتقلوا اهو. شايفين الجمال؟ والله طعمه خرافه، جربوا هتشوفوه. الزيت دلوقتي عايز يتصفى، جبت المصفى جبت البتاع ديت عشان اطلع منها البقسماط، اطلع من الحاجات ديت عشان ما يتحرقش. خلاص خلصنا الاسكالوب بانيه. شايفين وكاتشب. وكان عندي رز وغرفت رز اهو، كنت عامله شكله كده بس الشكل ده ما يعني كسفني اهو. بديت اعدل الرز. وتعالوا بقى ناخد بتنجانيه ونشوف الجمال كاني باخد بفتيك. شايفين؟ خدت كاتشب على الاسكالوب بقطعه بوريكم سهل ازاي ومش ني ولا اي حاجه. واخد رز بقى معلقه رز، بس انا مش عارفه بقى، استنوا لحظه بس اجيب معلقه.
شايفين الله الله الله، يا سلام، طعمه روعة مع الكاتشب مع البتنجان والرز، يوديكي في حتة تانية كأنك بتاكلي فعلا لحمة. اهو شوفوا البتنجان عمل كام واحدة، 1 2 3 6 وحدات. الله الله الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وعشان يوصلكم مني كل جديد، وعايزاكم بقى تتابعوني على صفحة البيج وتشتركوا في قناة آلة سيما. باي باي، واستنوني في الفيديو اللي جاي. شايفين الطعام والحلاوة. باي باي.